معاك يا باشا. المسؤولين السابقين على رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك خدع شعب دمياط وأوهمهم أن المصنع نقل من دمياط بأكملها، وفي الحقيقة أن المصنع حرك من مكانه 200 متر داخل ميناء دمياط. وبعد الثورة اكتشفت الأهالي الخديعة وقاموا بتغيير مصنع أجريوم من أجريوم إلى موبيكو 2 و3. قمنا بالتظاهر السلمي والاحتجاجات السلمية أمام المحافظة وفي ميدان البوسطة وفي ميدان الشهابية، وبعد نزاع طويل وعناء شديد جدا مع المسؤولين شكلوا لجنة للفصل من إذا كان المصنع يلوث البيئة أو في صالح البيئة. فاكتشفت اللجنة أن المصنع يوجد به 13 مخالفة. احنا اول يوم وقفنا عملنا يخرج هنا كده، بدأنا نولع نار هنا وهنا ووقفنا الطريق وعادي. ده اول يوم ما حصلش فيها اي حاجه. ثاني يوم بقى بدأت تيجي لنا بقى الايه المدرعات بس جيش بس، وقفوا اتكلموا معانا ومش عارف ايه، فقلنا لهم مش هنمشي وطبعا كل يوم كنا بنزيد فمشوا. ثالث يوم هجم واجا معاهم الامن المركزي بالدروع وبالخوذ والايه، وقعدوا بدأوا بقى يضربوا قنابل مسيلة الدموع مش عارف ايه كتير يعني، بيضربوا علينا كتير. العربيات دي بتجيب رمله وداخله المينا، دي رمله ازاز جايه من جنوب سيناء رايحه المينا تصدير بره، وما هياش لاي شيء ما. احنا ملناش دعوه بالمشكله بتاعت البلد. اذا كان اي مسؤول عمل حاجه تضر الناس دي احنا ما ندفعش ثمنها. فين المسؤولين بقت اللي تفك مشكله الناس اللي واقفه على الطريق دي؟ اكتر من 4000 مقطوره واقفين لهم 7 ايام.